إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السؤال: ما هي السنة التي يجب فعلها عندما يرزق المسلم بمولود؟ نعم. من السنة أن يبادر بتسميته إذا كان قد هيأ الاسم، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا أفضل ما يكون، أن تسمي ابنك عبد الله أو عبد الرحمن. والظاهر لي والله أعلم أنه يلي هذا كل اسم مضاف إلى أسماء الله عز وجل، مثل عبد الوهاب، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الحفيظ، عبد الولي وما أشبه ذلك. فاختر له من الأسماء أحسن الأسماء. هذا واحد. ثانيا، إذا كان هناك شخص يحنكه، يعني يمضغ تمرة ويمسحها بحنك الصبي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد للصحابة ولد أتوا به إليه يحنكه. وهذا من العلماء من قال إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن ريقه بركة وغيره لا يساويه. ومنهم من قال إن الحكمة من ذلك هو أن يكون أول ما يصل إلى معدة هذا المولود إيش؟ طعم التمر، لأن التمر فيه خير كثير. مريم بنت عمران عندما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة يسر الله لها نخلة، فبقيت عند جذع النخلة. استمع يا ولد، القصة غريبة. فقيل لها: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سبحان الله، أنا ما أدري هل هذا الرطب من أصل أو أن الله خلقه في الحال، فالله أعلم. لكن الآية أنها امرأة أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، والمرأة نفسها في العادة تكون ضعيفة، ومع هذا قيل لها: هزي إليك بجذع النخلة أسفلها. والعادة أن أسفل جذع النخلة، أن أسفل النخلة إذا هزه الإنسان لا يهتز أعلاها، ثم إذا هزت جذعها تساقط عليها ويتساقط رطب جني رطب على الأرض ولا يفسد. والعادة أن الرطب إذا سقط من فوق فسد، ومع ذلك رطب جني. هذه من آيات الله عز وجل. فعلى كل حال هذا مما يشرع أيضا في المولود. ويشرع أيضا العقيقة له يوم 7. فإذا ولد يوم الخميس متى يكون 7 يا أخوان؟ إذا ولد يوم الخميس ف7 الأربعاء، يعني أن 7 قبل ولادته بيوم. إذا ولد يوم السبت ف7 الجمعة. يسن للغلام 2 شاتان متقاربتان في السن وفي اللون وفي الجسم، وللأنثى 1. فإن لم يكن عند الإنسان مال إلا 1 بالنسبة للذكر قلنا تكفي 1. وإذا لم يكن عنده شيء سقط. إذا لم يكن عنده شيء سقط، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أهم ما يكون بالنسبة للأولاد مراعاة الأولاد ورعايتهم، لأن الإنسان مسؤول عنهم بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا معناه أن الله وكلنا بأولادنا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. يجب على الإنسان أن يراعي أهله وأولاده أشد مما يراعي أمواله. وكثير من الناس اليوم يراعون الأموال أكثر من الأولاد، فتجده يبيت الليل
ساهرا على دفاتره وتجارته ولكن لا يبالي بولده، وهذا غلط عظيم. المال الذي أنت تبيت ساهرا عليه لمن يكون؟ إما أن تنفقه في حياتك ويكون مآله بيت الخلاء بالحمام بول غائط، وإما أن تبقيه بعدك فيكون لمن؟ للورثة. لكن ولدك إذا صلح على يدك فإنه يدعو لك في حياتك وبعد موتك وتسلم من المسؤولية. فمن أهم ما يكون تربية الأولاد، وليعلم الإنسان أنه مسؤول. أسأل الله أن يعين وإياكم على تربية أولادنا وتوجيههم للوجه الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا.